لما تسمع رقم زي 10 مليون أو حتى 100 مليون ممكن تحس إنه رقم ضخم، بس الحقيقة إن الأرقام لوحدها ما بتقولش القصة الكاملة. هل الرقم ده كبير بالنسبة للسوق ولا مجرد جزء صغير جدا؟ السر هنا إنك لازم تفكر في الأرقام كنسب مئوية، وده علشان تقدر تعرف قيمتها الحقيقية. ونيجي للسؤال المهم، ليه التعامل مع الأرقام كنسب مئوية مهم؟ الأرقام المطلقة زي 100 مليون أو حتى 500 مليون ممكن تكون خادعة لو ما دخلتهاش في سياق. الأرقام لوحدها مش كفاية علشان نحكم عليها، وعلشان كده النسب المئوية هي الأداة اللي بتساعدنا نفهم الأرقام بشكل أفضل. لما تحط الرقم في نسب مئوية من حجم السوق أو الصناعة هتقدر تعرف إذا كان الرقم ده كبير فعلا ولا مجرد جزء صغير. فمثلا لو قلنا إن أرباح شركة معينة وصلت ل 100 مليون جنيه، ممكن الرقم ده يبان ضخم في الأول، لكن لما تقارنه بحجم الصناعة اللي الشركة دي بتشتغل فيها، وليكن مثلا حجم السوق مليار جنيه، هتلاقي إن ال 100 مليون دول بيمثلوا بس 10% من السوق، وده فعلا رقم كبير. لكن لو كان حجم السوق 100 مليار جنيه، فال 100 مليون دول هيكونوا 1 من 10%، يعني مش مكملين واحد صحيح. وده بيبين ان الرقم مش كبير زي ما كنت فاكر. وخلينا اديك مثال تاني في مجال التجاره الالكترونيه. شركه زي امازون بتحقق مبيعات سنويه بتتخطى مئات المليارات من الدولارات، لكن لما تسمع عن ستارت اب في نفس المجال حققت مبيعات ب 10 مليون دولار، الرقم ده ممكن يبان انه ضخم، لكن لما تقارنه بحجم السوق اللي بيتخطى ال 4 تريليون دولار في التجاره الالكترونيه عالميا، هتكتشف ان ال 10 مليون دول بيمثلوا جزء صغير جدا من حجم السوق. ويمكن اللي كنت فاكره انه رقم ضخم مش كبير زي ما كنت متخيل. نيجي للسؤال المهم، ازاي تحسب النسب المئويه؟ علشان تحسب النسب المئويه لاي رقم بالنسبه لاجمالي السوق او الصناعه بنستخدم معادله بسيطه. النسب المئويه بتساوي الرقم المطلق على حجم السوق او الصناعه في 100. فمثلا لو شركه عندها مبيعات ب 50 مليون جنيه في سوق حجمه 500 مليون جنيه، فالنسبه المئويه هتكون مبيعات الشركه اللي هو الرقم المطلق ال 50 مليون، وعندك حجم السوق او الصناعه 500 مليون جنيه، فلما ندخلها في المعادله هنقول 50 على 500 في 100 هيساوي 10%. يعني الشركه ديت عندها حصه سوقيه قدرها 10%. فالتفكير بالارقام المطلقه مش بيديك الصوره كامله، لكن لما تحسب النسبه المئويه الصوره بتكون اوضح. فالنسب المئويه بتساعدك تعرف لو شركه او مشروع معين ناجح في سياق السوق ولا بس بيحقق رقم كويس لكنه مش كبير مقارنه بالمنافسين. وخلينا نبص على مثال تاني من السوق المصري. لو عندنا شركه بتبيع منتجات غذائيه بارباح 20 مليون جنيه، الرقم ده ممكن يبان ضخم، لكن لما نعرف ان حجم السوق الغذائي في مصر بيوصل ل 100 مليار جنيه سنويا، هنكتشف ان ال 20 مليون دول بيمثلوا 2 من 100% من حجم السوق. وهنا الرقم ده بيوضح انه مش ضخم زي ما كان باين في الاول. طيب ازاي تعتمد على النسب المئويه في تحليل البيزنس؟ اول حاجه ابدا بحساب اجمالي السوق. لازم دايما تعرف حجم السوق اللي بتشتغل فيه. استخدم التقارير والدراسات علشان توصل لمعلومات مظبوطه. تاني حاجه قارن الارقام بالنسب المئويه. لما تسمع عن رقم كبير حاول تحسبه كنسبه مئويه من حجم السوق علشان تقدر تعرف اذا كان الرقم ده فعلا كبير ولا لا. ثالث حاجه تستخدم النسب المئويه لتحليل النمو. النسب المئويه مش بس بتوضح حجم السوق، لكنها كمان بتساعدك في تحليل النمو السنوي للشركات والمشاريع. ولحد هنا نكون انتهينا من الفيديو ده. ما تنساش لو الفيديو عجبك اعمل لايك، ده بيشجعنا نكمل، واشترك في القناه وفعل جرس التنبيهات علشان يوصلك اشعار للفيديو اللي جاي. وطبعا لو عندك اي اسئله ما تترددش لحظه تكتبها في التعليقات. اشوفكم الفيديو اللي جاي. سلام.